أكيد حصل معاك وصحيت من النوم قبل كده مفزوع وحسيت بتقل في صدرك بيمنعك من الحركة وبيمنعك من تحريك أي عضلة من جسمك ومنها لسانك ومش بتقدر حتى تتكلم. الحالة دي بتعرف بالجاثوم أو شلل النوم. بتكون فيها صاحي ومتأكد من يقظتك لأنك شايف وسامع كل اللي حواليك بشكل طبيعي، لكن مش قادر تقوم من سريرك عشان تهرب من شيء بيسبب ليك الرعب والفزع، وفجأة بعدها جسمك بيتحرر تاني وتقدر تقوم من مكانك وتتحرك. والحالة دي على مر العصور كانت مصدر كبير للأفكار الشعبية بتاعت جد وجدك وملعب واسع للاجتهادات وخلينا نقول للهبد. وفسروا الحالة دي بأسباب خرافية حول وجود كائن بيجثم على الصدر وبيمنعك من الحركة ويمنع النائم من النهوض. لكن العلم النهاردة بيدحض ويكذب هذه الادعاءات عن طريق البحث الواعي عن الأسباب والمسببات. علميا بقى بتسمى هذه الحالة بشلل النوم، وبتحصل عند الوصول للحواجز بين اليقظة والنوم، وقد تكون قبل النوم أو بعده